الاهلي دايما متعود مش بنفرح بمباراه، احنا بنفرح ببطوله. ما ينفعش اتفاجئ بحكم لسه صاحي من النوم نزل الملعب. ايقاف ايمن الكاشف، الشحات هيغيب عن مباراه بيراميدز، الراحلين عن النادي الاهلي. صفقه محتمله للنادي الاهلي واحرز 21 هدف. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. نبدا ونقول يا جماعه حلقتنا النهارده معانا مواضيع مهمه جدا، ومعانا الراحلين عن النادي الاهلي وصفقه النادي الاهلي ممكن تتم ولا مش هتتم. تابعونا لاخر الحلقه. معانا في اخر الحلقه ان شاء الله فيديو لمهاجم ممكن محتمل ان الاهلي يخلص فيه. نخش في البدايه نتكلم في ان الاهلي لسه ما فازش بالدوري، مش عايز فرحه الانتصار على بيراميدز والقضيه بتاعت قفشه. احنا خلاص اتفقنا ان قفشه احنا هنسميه محمد مجدي قضيه وليس محمد مجدي قفشه، تمام؟ مش عايزين بقى الاحتفالات والفرحه تنسينا ان لسه الدوري في مباريات صعبه جدا 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 للنادي الاهلي. انت عندك بكره مباراه الاهلي ومودرن سبورت هتكون الساعه 9 مساء، مباراه مهمه جدا جدا. بعديها على طول الجمعه انت هتلاعب بيراميدز، بعديها هتلاعب المصري بيومين تقريبا. فانت عندك كميه ماتشات، وعندك لسه سيراميكا، وعندك البنك الاهلي وانبي وزد وفيوتشر تاني في اخر مباراه. فانت عندك مجموعه مباريات مهمه جدا 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 لازم تركز فيها. مودرن سبورت الاهلي باذن الله يفوز فيها، بيراميدز ان شاء الله الاهلي يفوز على بيراميدز، ومباراه المصري الاهلي لو عرف يتخطى الثلاث مباريات دول بالعلامه الكامله او بالثلاث نقط بنسبه كبيره نقدر ساعتها نقول الاهلي اقرب الى الفوز بالدوري. ولكن نغمه ان الاهلي خلاص اللعيبه تحتفل والجماهير مبسوطه، مبسوطين، فرحانين طبعا، ولكن لعيبه النادي الاهلي محتاجين تركيز. كولر ركز، اللعيبه تركز، كابتن الخطيب يكلم اللاعبين ان لسه ما خدناش البطوله. الاهلي دايما متعود مش بنفرح بمباراه، احنا بنفرح ببطوله ان شاء الله. دي كده اول حاجه معانا. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا وهي التحكيم. احنا التحكيم المصري عندنا ازمه معاه. طيب طلبنا تحكيم اجنبي، ما ينفعش اتفاجئ بحكم لسه صاحي من النوم نزل الملعب. يعني الحكم الاسباني اللي جه ده حكم غريب جدا، ليه كميه غلطات رهيبه. هتقول لي ضربه جزاء الشحات وناس بتقول انها مش ضربه جزاء، ماشي نعديها مش ضربه جزاء. طب ما انت عندك ضرب الشيبي الطاهر ده فاول واضحه جدا ما حسبهاش. عندك ضرب مدافع بيراميدز لحسين الشحات رجل مرتفعه ده طرد مباشر برضه. ضربه جزاء لعبد المنعم داس على رجله ما اتحسبتش. طيب الهدف اللي جابه بيراميدز الثاني دي من اوفسايد، كان في لاعب من بيراميدز كان اوفسايد وتداخل مع الشناوي، فبالتالي الجون مش سليم. فين الفار؟ فين التحكيم؟ ولا حياة لمن تنادي، مفيش حاجة خالص. ولكن في ربنا العدل اللي خلى الاهلي يفوز بالمباراه برغم كل ده. احنا كنا بنلاعب بيراميدز وبنلاعب التحكيم، احنا كان ماتش صعب قوي. الحمد لله فزنا بالمباراه. نخلي بالنا في اللي جاي، مباراه بيراميدز القادمه انا بحذر جدا 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 من التحكيم في المباراه دي. ربنا يستر ويجيبوا لنا حكم يكون فايق او حكم يليق بمباراه بمثل مباراه الاهلي وبيراميدز، لان هذا الموسم طبعا التنافس ما بين الاهلي وبيراميدز وهي دي القمه الحقيقيه، وده اللي هياخدنا الى ايمن الكاشف. ايقاف ايمن الكاشف طلع طبعا اون سبورت قالوا ان هم ما فيش حاجه من الكلام ده، ما فيش ايقاف لايمن الكاشف. في بس بعض الكلام او بعض الزملكاويه على السوشيال ميديا طلعوا بحمله رهيبه على ايمن الكاشف. الحمله دي لان ايمن الكاشف بدأ المباراه وقال هذه هي القمه الحقيقيه، فهم كانوا مستنيين يقول القمه الحقيقيه في هذا الموسم فقط، ولكن يبقى الاهلي والزمالك هو القمه الحقيقيه. يا جماعه احنا عارفين ان الاهلي والزمالك هما قمه الدوري المصري فمعروفه دي، ولكن بيراميدز في اخر سنتين، وده اللي انا كنت عمال انادي بيه واقوله، جماهير الزمالك بتشجع بيراميدز، ميدو يطلع يقول احنا بنشجع بيراميدز. طب انت زعلت ليه لما ايمن الكاشف قال لك دي القمه الحقيقيه؟ فدي نقطه. ايمن الكاشف طبعا طلع وقال لك هتقولهم لي نيلي نيلي، هقولهم لك شريهان شريهان، هجمه هنا وهجمه هناك.
جون هنا وجون هناك. فطبعا ايمن الكاشف معلق محترم ومحبوب من جماهير النادي الاهلي طبعا ومن جماهير الكره المصريه، وانتوا كزمالك متضايقين منه. طب ما هو ايمن الكاشف في مباراه الاهلي والزمالك اللي كسبتوها في الدوري اللي فات ده، مباراه الدور الاول، ايمن الكاشف في المباراه دي قال لك خد سيف كمان سيف، وسيف الجزيري هو الحريف. فهو ايمن الكاشف بيدي افيهات وبيعلق بطريقه كوميديه بغض النظر عن مين اللي بيكسب. هتقول لي ايمن الكاشف اهلاوي، هقول لك يا عم ماشي ايمن الكاشف اهلاوي، بس في مباراه الاهلي والزمالك هو فرح واحتفل جدا بجون الزمالك بتاع سيف الجزيري، وانتوا كجماهير الزمالك قعدتوا تقولوا خد سيف كمان سيف. فهو لما يبقى حلو معاكم يبقى زي الفل، ولما انتوا تبقوا بره الصوره والراجل يقوم بشغله، الراجل بيقوم بشغله بيمارس مهنته ان هو معلق كرة قدم، بيعلق على المباراة بصورة عادية جدا. فانتوا عايزين دايما الناس كلها تكون معاكم، بس لما تتعامل بحريتها تبداوا ان انتوا تعملوا حملات على هذا المعلق. دي وجهة نظري. طيب عايزين بقى نخش في حاجة مهمة جدا. الشحات هيغيب عن مباراة بيراميدز. هتقول لي الخبر ده غير صحيح. ايوه الخبر ده غير صحيح، ولكن انا مش قصدي انه هيغيب عن مباراة بيراميدز. انا عايز اقول لك ان الشحات معاه انذارين. المباراة اللي جاية مباراة فيوتشر، مباراة مهمة جدا، الشحات بنسبة كبيرة هيتواجد في المباراة دي. فلو الشحات لا قدر الله خد انذار في هذه المباراة، طبعا مش هيلعب المباراة اللي بعديها اللي هي هتكون مباراة بيراميدز. انا عايز الشحات ياخد باله قوي، يحاول ما يلتحمش بقدر الامكان. يا ريت لو كولر يقدر ان هو يقعده دكه. انا سمعت ان بيرسي تاو خلاص اصبح جاهز فنيا وبدنيا للمشاركه في المباريات، فممكن نشوف بيرسي تاو، طاهر، عبد القادر، رضا سليم. فانا وجهه نظري ان الشحات هو من اهم لاعبي النادي الاهلي في مباراه بيراميدز الماضيه ومباراه بيراميدز القادمه. فيعني ناخد بالنا من موضوع حسين الشحات، ان ممكن يتم ايقافه في حاله انه خد انذار في المباراه القادمه، فناخد بالنا. عايز بقى نخش في موضوع مهم جدا وهو الراحلين عن النادي الاهلي. في ناس كتير قوي طالعه بتتكلم عن الراحلين عن النادي الاهلي، وده كلام مش اوانه طبعا ان احنا نتكلم فيه، ولكن في اسامي شبه معروفه ان هي خلاص هترحل عن النادي الاهلي. ده اللي انا جاي اقول لكم عليهم. ولكن اي اسامي غير اللي انا هقولها دي سمعتوها في اي فيديوهات او في اي اخبار رياضيه، الكلام ده لسه ما بين وما بين لا، لان الاهلي لسه فاضل له حوالي 10 مباريات، فمستحيل انه يطلعوا يتكلموا في ان لعيبه هترحل وهو زي ما احنا ما شفنا. احنا كنا بنتكلم عن خالد عبد الفتاح، اهو بدا يلعب خالد عبد الفتاح. قلنا طاهر هيرحل، اهو طاهر بيلعب وبقى اساسي في الاوقات الاخيره. ولكن مش عايزين نتكلم عن لعيبه ما بين وما بين لا، عايزين اللعيبه تركز في المباريات الهامه القادمه جميعها الى النادي الاهلي. ولكن انا عايز اقول لك ان في بنسبه كبيره موافقه من مارسيل كولر على رحيل الشناوي في حاله ان جاله عرض محترم. فالشناوي كولر موافق على رحيله. ديانج بنسبه كبيره طبعا رايح السعوديه برضه. كريستو بنسبه كبيره يا اما هيروح للرجاء او الصفاقسي التونسي. القندوسي لسه في كلام ان هو ممكن برضه ما يكونش مع النادي الاهلي. عايز اقول لكم كمان ان في كلام بيقال كتير جدا عن صفقه محتمله للنادي الاهلي، وهو اوكيتا مهاجم بيلعب في سويسرا. طبعا طالما سويسرا يبقى بترشيح من مارسيل كولر بنسبه كبيره جدا. المهاجم ده عنده 27 سنه، لعب مع فريق زيورخ السويسري 78 مباراه، احرز 21 هدف وعمل 7 اسيست. مهاجم زي ما احنا شايفين مع بعض كده، مكنه اهداف عن طريق العرضيات او مكنه رأسيات، بيحرز اهداف بالرأسيات بطريقه ولا اروع. ايضا اللاعب ده مهاري، ايضا بيلعب وينج شمال، ممكن تلعب وينج شمال، بيلعب تحت المهاجمين وبيلعب راس حربه. ففي امكانيه تحرر ان انت تقدر تلعبه في كذا مكان في المباراه، وده اللي بيحبه كولر بيحب دايما ان اللعيبه تكون متحرره، مره الشحات هنا، مره طاهر الناحيه الثانيه، رضا سليم هنا، كهرباء وتيفر يعني. فمهاجم فيه خصائص ومزايا حلوه جدا من الكونغو الديمقراطيه زي ما احنا شايفين مع بعض، تسديدات، اهداف بالرأسيات. مهاجم الصراحه يعني الاهلي لو خلص فيه فاقدر اقول لك ان مهاجم محترم جدا جدا جدا، سنه مناسب قوي للانضمام للنادي الاهلي.
زي ما عملت لكم فيديو قبل كده عن يزن النعيمات، برضو لسه يزن النعيمات في الصورة زائد اوكيتا بيتم المفاضله ما بينهم. لو ما شفتش فيديو بتاع يزن النعيمات هتلاقيني سايبهولك في الاي فوق او في وصف الفيديو. يبقى شوف برضو يزن النعيمات، وعايزك تقول لي وجهه نظرك، هل انت تفضل يزن النعيمات ولا اوكيتا؟ زي ما احنا شايفين مع بعض طبعا اوكيتا انا وجهه نظري لاعب محترم جدا، وايضا يزن النعيمات لاعب محترم جدا، ولكن اللي عايز اقوله يا ريت نخلص بسرعه، مش عايزين تاخير في الصفقات. كولر هيتجنن، كولر عمال يقول يا عم امير يا توفيق ارجوك انجزني، ارجوك خلص في الصفقات اللي انا عايز اجيبها للنادي الاهلي. ولكن اوكيتا اللي انا عارفه ان بيتم المبالغه جدا في طلباته الماديه سواء من ناديه او من اللاعب نفسه، فلسه الكلام ما بين وما بين لا. ما اقدرش اقول لك ان المهاجم خلص مع النادي الاهلي، طبعا اي حاجه هنعرفها مؤكده هنطلع نبلغ حضراتكم على طول، ولكن لسه الاهلي بيفكر وبيشوف وبيتفاوض. ولكن نرجو من اداره التعاقدات بالنادي الاهلي سرعه التفاوضات وسرعه اتمام التعاقدات، لان الصراحه يعني احنا شايفين في حاله تاخير في اتمام الصفقات، وبالتالي الصفقات بتروح من النادي الاهلي. فدي كده مواضيعنا ودي كده حلقتنا. اتمنى دايما اشوفكم بافضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم، سلام عليكم.